سلام سلام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مهم بالنسبة للفيديو ديال اليوم كما وعدتكم غتكون بسبوسة بالقشطة اللي كتجي رائعة واللي كنتمنى تجربوها وتعجبكم. مهم ما ندوزوش ما نطولش عليكم، ما ندوزو للمقادير والطريقة ديال التحضير. بالنسبة للمقادير عندي هنايا 2 بيضات، كنشد واحد البول كندير فيه 2 ديال البيضات. انا عندي هنايا مول ديال الزاج متوسط، درت هاد المقادير. بالنسبه الا كان المول كبير ضاعفوا المقادير، درت هنا نص كاس ديال السكر الخشن اولا سكر سنيده اولا سكر حبيبات، نص كاس ديال زيت المائده، يعني ماشي زيت الروميه. صافي عندي هنا واحد الفاني، واللي بغات تنسمها بالحامض وكان متوفر عندها. انا صراحه كندير فيها قشور الحامض، هنايا ما كانش متوفر عندي، يعني الحامض تكون القشره ديالو زوينه، ما درت غير الفاني. عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الكوك، داك الكوك كيعطي واحد النسمه زوينه. واخا غير معلقه، مهم انا درت معلقه كبيره بومبي ديال الكوك، يعني ماشي هذا. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كيتجانسوا لي العناصر. ماشي ضروري زعما نضرب البيض حتى يطلع، ولا صافي كندير لها غير هكا، يعني كنخلطها غير بالضراب اليدوي، ما كنستعملش كاع الضراب ديال الضو. صافي وغادي نزيد هنايا واحد الكاس ديال السميده. آه كاين فين كنخلطها مع كندير نص كاس السميده نص كاس الفينو، ولكن هادي درت نص كاس، درت كاس ديال السميده، ما خلطتش الفينو، وجات رائعه. اللي ما كتعجبهاش البسبوسه هكاك محببه، يعني كتجي حرشه، تخلط كتجي زوينه بالفينو، يعني انا مجرباها. صافي وغادي زدت هنايا واحد الخماره، ونسيت ما قلت لكمش انني ضفت واحد القبيصه ديال الملحه. صافي كنخلط هاد المكونات وكنجيب واحد المول اللي دهنته من قبل بالزبده ورشيت له شويه ديال الكوك. صافي وكنكب فيه داك العناصر، غنكب فيه المكونات ديالي، نحاول انني نفرقهم في المول كامل، ولو انه كتبان لكم يعني داك الطبقه رقيقه، ولكن راه البسبوسه كتزيد كتنفخ، كتجي هي هذيك، يعني مع طبقه القشطه مع الطبقه الفوقانيه راه كتجي هي هذيك في السمك ديالها. مازال غير غادي هذا لاخر الفيديو غنبارطاجي معكم يعني واحد الطرف مقطع كي كتجي رائعه. صافي غادي نقاد هنايا هاد الاخر. انا كما قلت لكم واخا يبان لكم ان الطبقه يعني الطبقه ماشي سميكه رقيقه، ولكن غير كندخلوها للفران راه كتزيد كتنفخ مع الخماره. صافي كررت داك العناصر كامله يعني الحس داك لوبول. صافي غادي نجي بالنسبه للقشطه. انا هنايا يعني الا كنتو غتحضروها الصباح ديروا قدوا هاد الاخر في الليل من الاحسن. شديت نص لتر د الحليب، درت معاه نص كاس ديال المايزينا، درتهم فوق البوطه حتى غلاو وكتبان لكم باللي عقادت. صافي كندير لها واحد السلوفان ولا ميكا د الكوزينه، ولا مهم شي حاجه نقيه، شي بلاستيك اللي يكون نقي، يكون محاذي للطبقه، يعني يكون محاذي لداك بحال المهلبيه ديالي. صافي وكندخلها كنخليها حتى كتبرد شويه وكندخلها للثلاجه. انا هنايا قديتها ليله قبل وخليتها، وشديت نص لتر اخر د الحليب، نص لتر يكون وافي صراحه. زدت له واحد الكويس ودرت فيه واحد 3 د المعالق كبار ديال الخل، يعني يكونوا معالق كبار نيت. صافي وغادي نخليه نديرو فوق البوطه فوق العافيه حتى كيبان ليا كيتكلل، يعني غير كيبان ليا كيتكلل غادي نصفيه داك الساعه. انا هنايا غادي نشعلو العافيه ونخليه حتى كيتكلل قلت لكم وكنصفيه. صافي وغادي ندوز نضرب هاد القشطه اللي كنت وجدت، كنضربها مزيان حتى كترجع ليا كريميه.
بالنسبة لداك الطبق داك لاخر اللي درت أنا بحال الحليب وزدت فيه الخل، اللي ما بغاتش تجي لها داك الكريمة ديالها محببة، حيت كيجي شوية ما كيجيش بحال جبن كريمي، أولا اللي بغات دير بيرلي طبيعي. أنا ما كانش متوفر عندي وعكزت نخرج صافي. درت غير هاد الطبق. هانتوما كتشوفوا بعد ما تكلل ليا ما كنحرك فيه ما والو، اون فوا ها نتوما كتشوفوا غير كديروا فيه معلقه داك الساع كيبان لكم بحال يعني راه تكلل. غادي نخليه يزيد يرصى شويه وغادي وغادي نصفيه داك الساعتين. ها نتوما كتشوفوا يعني كيبقى كيتجمع راسو بحال غتقادو شي جبن ولا غادي نصفيه في هاد الاخر رقيق. انا قلت لكم اللي ما بغاش يدير هذا ها هو دابا تجمع لي كامل. اللي ما بغاش يستعمل هذا يدير بيرلي طبيعي، ولا يدير جبن كريمي يكون مسوس يعني ما يكونش مالح، شي بحال واحد الجبن كيتباع في واحد لي بواط خضر ولا. مهم حتى بيرلي طبيعي يدير جوج ديال بيرلي كيجي واعر. مهم غادي نخلط هادشي مزيان، غير هو تكون عندكم داك الاخر عاقده مزيان. يعني انا قلت لكم نص لتر ديال الحليب درت فيه نص كاس وافي ديال المايزينا اولا النشا الذره صافي. كما قلت لكم هي كتبان لكم بحال محببه شويه ولكن كتجي رائعه، يعني ما كتجيش باينه. صافي غادي نخلي داك البسبوسه ديالي. انا فاش كندخلها للفران كنشعل لها الفران من التحت ومن الفوق، ولكن ما كنخليهاش تحمر. هنايا انا قبل كنت وجدت السيرو ديالي اللي درت فيه كاس ديال الماء مع كاس ديال السكر، يعني كندير كميه كميه وكنخليه كيطبخ 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 حتى كيعقد ليا مزيان. هانتوما كتشوفوا اللون ديالو كيرجع بني. صافي وغادي بيه غادي نسقي داك الاخر وغندوز نوجد الطبقه الثانيه قبل ما نخرج يعني البسبوسه من الفران. انا درت البسبوسه في الفران باش تشد راسها، وجدت القشطه وجدت الشراب من قبل، يعني كنت موجداهم من قبل. غندير دابا الطبقه الثانيه اللي فيها نفس المقادير، جوج بيضات، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر الخاشن، واحد الفاني. ومهم نفس المقادير كنعاودهم، معلقه كبيره ديال الكوك، خماره وكاس ديال السميده، نفس المقادير. هانتوما زدت جوج بيضات، نص كاس ديال السكر الخاشن، غنزيد واحد الفاني دابا، يعني نفس المقادير ديال الطبقه الاولى كنعاودهم في الطبقه الثانيه. غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الكوك تكون بومبي، وغنزيد نص كاس ديال الزيت. يعني كنزيد جميع المكونات في دقه، ماشي كنزيد كل حاجه بوحدها ونبقى نخلطو. انا البسبوسه ديالي ها هي كما كتشوفوا. انا قلت لكم كنشعل لها الفران من الفوق والتحت، ولكن تكون النار مهيله باش هكاك ما كنخليهاش كطيب، يعني كتيبس، وما كنخليهاش حتى كتنشف، وما كتكونش زعما باقا خضره، حيت غير كتكون باقا خضره غديري عليها الاخر غادي تهبط لك. مهم كتبقى شويه ما شاداش في راسها بزاف، غير واحد ربع ساعه ما كاملاش. كنجيب داك السيرو وكنسقيها. بالنسبه للطبقه الثانيه الا لاحظتوا انني ما درتش، وجدت غير المكونات وما درتش السميده، حيت السميده كتشرب، خصني ان فوا ندير السميده نستعملها. انا مازال ما شربتش البسبوسه ديالي بالشراب اولا بالقطر اولا بالسيرو. المهم مازال ما شربتهاش ومازال ما درتش الطبقه د القشطه. خصني حتى ندير هاد الطبقات عاد. انا درت لكم هنا يعني بالمراحل باش هكا ما تصدق معكم ان شاء الله، وكتجي رائعه. غير جربوها بهاد النصائح بهاد الطريقه، راه كتجي رائعه. واللي جرباتها ترد عليا في تعليق، وما تنساونيش اللي اول خطره يشوف القناه يدير لايك واشتراك.
باش هكا يبقى يوصلوا أي جديد مع تفعيل الجرس. صافي كنسقيها مزيان كما كتشوفوا، يعني كتسقى حيتاش مازال تبقى غتدخل الفران وكتزيد تشرب داك السيرو، راه كتجي رائعة. وإلا لاحظتوا أنا السكر راه ما درتش بزاف درت غير نص كاس حيتاش داك السيرو كيزيد لها الحلاوة، يعني راه مع السيرو مع داك نص كاس ديال السكر كتجي هي هذيك. صافي غادي نقاد داك الطبقة د القشطة بحال هكا، وغادي نسرحها على داك الطبقة الأولى. هانتوما يعني الطبقة د القشطة ديالي كتجي كريمية، ما كتجيش جارية وما كتجيش عاقدة، كتجي كريمية كتجي رائعة. أنا ديروها غير بهاد المقادير اللي عطيتكم راه غتصدق معاكم. يعني أنا درت نص ليطرو د الحليب، درت فيه نص كاس ديال مايزينا، درتو فوق البوطة تعقد، بيتو ليلة كاملة. نص كاس د مايزينا يكون وافي. خليتها حتى بات ليلة، ولا غد ليه درت نص ليطرو د الحليب، زدت معاه 3 د المعالق كبار ديال الخل وخليته حتى تكلل، قطرته مزيان صافي وطربته مع داك مهلبية. صافي غادي نسرح هاد الطبقة مزيان، يعني تجيني مقادة كما كتشوفوا بحال هكا، ما تجينيش مايله حيتاش الا جات مايله غير كنديروا فوقها الطبقه الاخرى ديال البسبوسه، كتجي واحد الطبقه كتبقى باينه لي منها القشطه. يعني خصكم تسرحوها مزيان، ما تجيش واحد الجهه عاليه. عندي الطبقه ديال البسبوسه كتكون رقيقه، يعني ماشي شي سمك فيها غليظ باش انه تا واخا تجي مايله يعني تكالي كتميل ليا الاخر لواحد الجهه، وكيبقى ليا كتبقى ليا القشطه باينه من واحد الجهه. المهم كثرت عليكم، انا كنشرح لكم كنعطيكم جميع التفاصيل. صافي غادي كما سرحتها هكا مزيان غنجيب داك الطبقه الثانيه ديال البسبوسه. انا سرحتها انايا غير بالظهر د المعلقه. صافي غنجيب كما قلت لكم داك الطبقه الثانيه دابا. انا كما قلت لكم ما وجدتهاش، ما خليتهاش يعني واجده حيتاش السميده كتشرب. الا شربت ليا السميده غنضطر المهم كتضطري تزيدي شويه د الحليب ولكن ملي كتجي داك الطبقه من الفوق ما كتجيش كما بغيتيها. صافي غنزيد دابا كاس السميده وواحد الخماره، وكنخلط في مره، ما كنتعطلش كنخلط، يعني غير يتجانسوا لكم العناصر. صافي لو بقيتي تخلطي نيت راه النيت كتشرب، داك السميده كتشرب. صافي وغادي نحاول انني نوزعها على داك الطبقه ديال القشطه. كنوزعها مزيان على الطبقه د القشطه، ما كنخليش كاع القشطه كتبان ليا، يعني كنوزعها كامله على الطبقه بحال هكا. يعني كنبقى نوزعها صافي، وغادي نقادها نيت بشي معلقه ولا شي سباتول، ولا كنقاد لها الوجه ديالها كامل. وهنايا فاش غير كنقادها ونساليها ونبغي ندخلها للفران، الفران راه ما كنطفيش، كيكون اصلا سخون، ولكن العافيه كنديرها على نار مهيله، يعني تكون باش كطيب على خاطرها. كتاخذ ليا حتى 40 دقيقه ديال الطياب وكثر كل وحده. والفران ديالها انا هذه خدات ليا 40 دقيقه ديال، يعني 40 دقيقه في الفران. شعلت لها غير لتحت ودرت لها مقله ثقيله، يعني درت داك المقله ديال الوجده ديال الحرشه، حطيتها وحطيت فوق منها المول. صافي ونقاست العافيه باش هكا داك الطبقه التحتانيه ما كتحرقش ليا وكطيب ليا الطبقه الفوقانيه كاع.
صافي كنسرحها كامله كما قلت لكم، وغادي ندخلها للفران اللي كتكون العافيه ديالو ناقصه بزاف. صافي وكنخليها حتى وكان كطيب داك الساعه، وكنخرجها باش غادي نسقيها ونزينها على حساب، يعني كتسقيوها من الفوق وتزينوها. انا هنايا بالنسبه للتزيين هانتوما كتشوفوا زينتها بالكوك والفستق. وهنايا بعد ما قطعتها هانتوما كتشوفوا يعني ما كيجيوش الطبقات رقاق، كتجي هي هذيك وكتجي رائعه. كما قلت لكم كنتمنى تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم، والى الفيديو المقبل باذن الله.